مساء الخير، هقول لكم مفاجأة مش هتتوقعوها خالص. أغلبية إنتاج الألماس في العالم مش بيستخدم في صناعة المجوهرات من الخواتم والأساور والحاجات اللي زي كده. الأغلبية بيستخدموا في صناعات مهمة جدا زي الصناعات الإلكترونية، عشان الألماس موصل قوي جدا للحرارة وعازل قوي جدا عن الكهرباء، عشان بيدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المتطورة. وأنا بقول لك بس عشان ما تروحش تكسر اللاب بتاعك وفاكر جواه ألماس ولا حاجة، ده موجود في الحاجات المتطورة جدا. وطبعا من أهم الحاجات وأقدمها هو استخدام الألماس في الحفر، ومش أي حفر، ده لازم حفر الآبار العميقة جدا زي آبار المية والبترول والغاز الطبيعي، عشان الألماس لما بيتحط على راس الأنابيب اللي بتحفر بيكون صلب جدا وبيتحمل عوامل الضغط والحرارة، فبنخلينا نحفر بكامل الأريحية. وطبعا هتلاقي الألماس بيستخدم في أي صناعة تستلزم قطع المواد الصلبة زي الجرانيت والرخام والإزاز طبعا. فما تستغربش لو بتجهز بيتك ولقيت الراجل بتاع الرخام بيقول لك هيقطعه في الورشة بالألمازة اللي عنده. هو عنده فعلا ألمازة بس صناعية مش طبيعية. والألماس ما سكتش على كده، ده دخل في حاجات تانية كتير زي المركبات الفضائية وقياس نسبة الإشعاع وبعض الأجهزة الطبية. وكمان في أبحاث كتيرة بتقول إن هم هيستعملوه في علاج بعض الأورام السرطانية. ربنا يعافينا ويعافيكم. وبس يا سيدي، فطبيعي جدا انك تلاقي 30% من الألماس اللي بيطلع حوالين العالم هو اللي بيستخدم في المجوهرات، انما ال 70% التانيين بيستخدموا في كل الصناعات المهمه اللي احنا قلناها. ومعلومه من الجواهرجي ان الالماس اللي بيستخدم في الصناعات دي غالبا بيكون مصنع معمليا، يعني الماس مش طبيعي. ولو استخدموا الماس طبيعي بتكون الكواليتي بتاعته بايظه خالص، يعني من الاخر اقل كلر واقل كلاريتي واسوأ قط، يعني ده اللي حرفيا واخد 0 في شهاده الالماس. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي.